أنا شفت مصر وهي بتتغير قدام عيني. كنت فاكر إن الصحراء هتفضل صحراء وإن البلد دي هتفضل طول عمرها مستنية سفن القمح جاية من بره، لكن الحقيقة اللي حصل في السنين الأخيرة أكبر من أي خيال. الرئيس عبد الفتاح السيسي ما خدش البلد بالكلام، خدها بالفعل. من أول يوم قال مفيش مستحيل، وبدأ بأصعب ملف: الزراعة. الدلتا الجديدة اسمها بس كافي يخليك تحس إننا بنتكلم عن مشروع بحجم دولة. ملايين الأفدنة في قلب الصحراء الغربية كانت أرض قاحلة، والنهاردة بقت خضراء. مية جاية من محطات معالجة عملاقة، أكبر محطة في العالم اتعملت مخصوص عشان تمد الأرض دي بالحياة. فكرة إنك تزرع قمح في أرض ما كانتش بتشوف نقطة مية دي معجزة بحد ذاتها. ومش بس كده، الموضوع مش مجرد أرض بتتزرع، لأ، في شبكة طرق اتعملت مخصوص عشان توصل الإنتاج لكل محافظة، صوامع حديثة اتبنت عشان تخزن القمح من غير ما يضيع، مصانع تجهيز وتعبئة اتفتحت جنب الأراضي دي عشان المنتج المصري يتصدر بره باسم قوي. لما تبص على الخريطة النهاردة وتشوف البقع الخضراء اللي ظهرت في قلب الصحراء، هتعرف إن ده مش مشروع عادي، ده نقلة حضارية. البلد اللي كانت عايشة طول عمرها مهددة من أي أزمة غذاء بقت دلوقتي قادرة تأكل نفسها من خيرها. لكن اللي يميز السيسي إنه ما وقفش عند الزراعة، في نفس الوقت اللي بيزرع فيه بيبني طرق جديدة، كباري، مدن بتطلع في الصحراء كأنها ولدت من تحت الرمل. المبدأ واحد: مصر لازم تكفي نفسها بنفسها وتبص لقدام. أنا مش بقول الكلام ده من فراغ، الصور من فوق بتأكد، والإنتاج اللي بيتصدر بره بيأكد. النهاردة مصر عندها مشروعات ضخمة معمولة بخطة طويلة المدى، واللي يفهم يعرف إن الخطوة دي هي الأهم في تاريخ البلد الحديث. السيسي ما قالش هسيب للجيل الجاي يشيل الشيلة، هو بنفسه شالها وخلى الجيل الجاي يلاقي بلد واقفة على رجلها. ودي مش بس إنجازات اقتصادية، دي رسالة إن مصر مش بترجع لورا، وإن الصحراء اللي كانت بتخوفنا بقت دلوقتي أملنا. أنا عشت وشفت الفرق، واللي ما شافش يكفي يبص حوالينه، من دلتا جديدة لمدن جديدة لطرق بتربط بلد ببلد. ده مش مجرد رئيس بيحكم، ده قائد بيزرع مستقبل بلد كاملة.